بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده. هاد الوصفه اللي تقدروا تقولوا عليها كيش بدون عجين ولا كراتان، المهم انها يعني وصفه تستحق التجربه، بزاف بزاف بنينه وسهله في التحضير، توجد في وقفه. هاد الوصفه يعني نتمنى تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. وما تبخلوش عليا اللي يعني تشوف قناتي اول مره تشترك فيها وتفعل زر الجرس هكذا باش كل فيديو جديد نحطو يجيها اشعار، وتهبط دير لي جيم وتخلي لي تعليق مشجع. نبداو على بركه الله في الوصفه تاعنا. اول حاجه نحتاجوها هي كميه من البطاطا اللي كنت قطعتها هكايا الى دوائر هكا، وراح نملحها ونقليها ونحطها بجيه. يعني استعملت حوالي 4 حبات بطاطا كبار. نحتاج هنايا ايضا حوالي نصف صدر من الدجاج اللي كنت قطعته الى قطع صغيره. هنايا يعني الدجاج كميه الدجاج على حسب المول تاعكم، اذا كان كبير ولا كان صغير يعني عينك ميزانك. نحتاج هنايا كميه من الفلافل، عندي شويه فلفل احمر واخضر وحار، كنت قطعتهم الى قطع صغيره، يعني تقدروا تستغنوا عليهم. وايضا كنت ما صورتش معكم حبه بصل متوسطه، كنت قطعتها الى قطع صغيره. نروحوا دوكا نحطوا المقله تاعنا على النار، نحطوا فيها شويه زيت ونحطوا فيها هنايا كميه الفلافل تاعنا هادوما اللي كنت قطعتهم كما قلت لكم الى قطع صغيره، واللي تقدروا تستغنوا عليهم، لكن يعني صدقوني راح يزيدوا لكم في البنه ويزكيو لكم الحشو نتاعكم، راحين يعني يخرجوا لكم كميه ما شاء الله. نحطوا ايضا هنايا البصل نتاعي، وراح نبقى نقلي فيه هادوما المكونات نتاعنا حتى يعني يتكرملوا شويه ويتبدل اللون نتاعهم ويرجع شويه ذهبي هكا. يعني نبقاو غير نحركوا فيهم، ما نغفلوش عليهم، راحين يولوا بالشكل هذايا. هامليك شوفوهم، يعني راهم ما شاء الله ديجا هكا راهم يشهيو. بعدها راح نضيفوا لهم هنايا نصف صدر الدجاج تاعنا اللي كان مقطع الى قطع صغيره، ورايحين نبقاو نقلوا في صدر الدجاج تاعنا حتى يتقلى معايا ويتبدل اللون نتاعو شويه هكذا، يعني عسوه وبقاو غير حركوه حتى يتقلى معايا. هنايا بعدها راح نضيفوا له حوالي سنه توم مسكرفجه، يعني هذا الثوم راح يمدلنا بنه بزاف هايله للدجاج تاعنا. الثوم يمشي بزاف مع الدجاج ويمدلو ذوق ما شاء الله. نقلوا هذاك الثوم تاعنا شويه بلا ما نخلوه يتحرق، لانه لو كان يتحرق لي راح يمدلي مراره في هذا الخليط تاعي. بعدها راح نضيفوا هنايا شويه ملح. الملح يعني على حسب الحاجه، عينك ميزانك على حسب صدر الدجاج شحال عندك. نضيفوا شويه راس الحانوت، يعني تقدروا تضيفوا توابل الدجاج، شويه فلفل اسود، شويه زنجبيل مطحون. نضيفوا ايضا هنايا شويه عكري، نضيفوا ايضا شويه كركم. يعني بالنسبه للتوابل كيما حبيتوا على حسب واش موالفين تحطوا في هاد الخلطات تاعكم ولا في الدجاج تاعكم، لكم الاختيار. حطوا التوابل اللي حبيتوا ونقلوهم شويه حتى يدوا البنه اللي تاع بعداهم وتتخلي هذاك التوابل في الدجاج تاعي. بعدها راح نضيفوا هنايا في الاخير لما يكون الدجاج تاعي طاب شويه معدنوس مقطع هكا، والخليط تاعي راهو جاهز وواجد. دوكا راح نروحوا للمونتاج تاع هذه لاكيش تاعنا ولا الكراتان تاعنا. نجيبوا بلاطو هكايا مدور، راح ندهنوه بشويه زبده ونحطوا فيه شويه فارينه. هذيك البطاطا تاعنا بعد ما قليناها حطيناها فوق البابي اسويتو باش يتشرب لي هذاك الزيت. نحطوها هكايا بالشكل هذا ساير داير كما راكم تشوفوا، يعني الفيديو راهو يشرح نفسه هكذا. ولازم تكون يعني وحده فوق اختها هكا. ومن بعد كي نجيو نقطعوا هاد الكراتان تاعنا ما يطيحوليش هذوك الطبقات تاع البطاطا. زيدوا نحطوا طبقه في الاسفل من البطاطا هكذا بالشكل هذا. يعني الطبقه هذه تقدروا تحطوا طبقه ولا تحطوا زوج على حسب واش ما حبيتوا. بعدها راح نجيبوا الحشو تاعي هاوليك وراح نفرغوه فوق البطاطا نتاعنا، ونحاولوا يعني نوزعوه بشكل متساوي. هاوليك نوزعوه جيدا في جميع النواحي. هاوليك هنايا بعد ما كملناه راح نحطوه بجيه ونروحوا نوجدوا لابارايا كيش تاعنا في نفس الغيسيبيون، يعني ما نديروش معن بزاف. راح نحطوا فيه 2 حبات بيض، راح نديروا علبه ياغورت طبيعي. هنا تقدروا ديروا الكريمه السائله، لكم الاختيار. انا كان عندي الياغورت طبيعي درت الياغورت طبيعي. الا عندكم الكريمه السائله حطوا شويه من الكريمه السائله، يعني عينك ميزانك هكا. راح نضيفوا هنايا 2 مغارف كبار من الجبن الطاري هكايا. الا كان ما عندكمش يعني تقدروا تستغناو عليه، لكن يعني راح يزيد بنه على بنه. راح نضيفوا رشه ملح، رشه فلفل اسود، ونخلطوا هذاك البيض تاعي وهذاك الياغورت مع الجبن الطري حتى يذوبوا لي شويه هكا. نحاول كيفاه نضغط عليهم بالملعقه.
بعدها راح نضيفوا عليهم هنايا كميه من الحليب. هنايا الحليب يعني عينك ميزانك على حسب الخليط تاعك، اذا كان ثقيل بزاف زيدي له بزاف، ولا كان يعني على حسب ما عندك. ولا كان درتو الكريمه سائله ما تضيفوش الحليب، ضيفوا غير الكريمه السائله فقط. ها كنخلطوا هذاك الحليب تاعي حتى يندمج لي هذا الخليط تاعي ويرجع كي شغل منسجم هكا، ويذوب لي في نفس الوقت هذاك الفرماج الطري اللي حطينا. بعدها راح نجيبوا المول تاعي وراح نبداو نصبوا في هاد لاباريا كيش تاعي من فوقه هكا غير بالملعقه شويه فقط، نبقاو نوزعوا فيها. هنايا يعني كلش راهو طايب، غير هاد لاباريا كيش تجمد معايا لما ندخلوها للفرن وتحكم روحها، والفرماج تاعي يذوب ويتغراتينا فقط. يعني الوصفه سهله ما فيهاش يعني تعب بزاف، انا وجدتها في وقفه. هاكا نوزعوها في جميع النواحي باش كامل يتشربوا لي من هاد لاباراي اكيش. هاكا نزيدو نسويو السطح تاعها بالملعقه هكذا باش يوصل لجميع النواحي. بعدها راح نجيبو كميه من الجبن. انا استعملت الفرماج روج، يعني صراحه الفرماج روج هو المخير بالنسبه ليا، لانه لما نحطوه فوق السطح تاع لي كراتا ما يبسليش وما يعطينيش هذاك الشكل اللي ماشي شباب. هذا يذوب ويجي ما شاء الله، ما يجيش يابس. والبنان تاعو يعني تانيك ما شاء الله، هو صح غالي شويه لكن يعني بنين ويستاهل انه نخدموا به لي كراتا تاعنا. نتوما تقدروا تستعملوا واش كان عندكم في المنزل. هاكا نزيدو نسويو السطح تاع الجبن تاعي نسقموه هكايا باش تكون يعني الخدمه نتاعنا نظيفه. بعدها تقدروا تدخلوه للفرن هكاك مباشره، كيما تقدروا تحطوا هكايا دي طوماط سوريز. انا كنت قطعت كل حبيبه على زوج وحطيتهم هكايا ودخلته للفرن. شعلت له من تحت شويه ومن بعد زيد شعلت له من فوق تحمر معايا وتقراتينا الجبن نتاعي. وهاوليك يعني شوفوا الشكل تاعو ما شاء الله. هنا زيد ترشيت عليه شويه معدنوس مجفف، حطيت له وريقات معدنوس طازج، والشكل تاعو ما شاء الله. والبنه واش نحكي لكم يعني جا بزاف بزاف بنين. يعني اولادي من كتر البنه تاعو بداو ياكلوا وما حبسوش، ودائما يقولوا لي زيدي لنا حتى كمل معانا. شوفوا لي الشكل تاعو ما شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه لانه فعلا تستحق التجربه وسهله في التحضير كما شفتوا معايا، ما فيهاش مكونات بزاف وما تديش وقت بزاف. هذه هي. راح نقسم معكم شويه هنايا، يعني تقدروا تقسموه على شكل كيش، وكل واحد يدي قطعه تاعو راح يتقسم معكم بكل سهوله، وراح تجي القطعه تاعكم حاكمه روحها هكا. يعني راح تجي ما شاء الله. شوفوها كي تترفد معايا، يعني تترفد بكل سهوله هكا. كل واحد تعطوله القطعه تاعو. شوفوا لي هنايا القوام نتاعها جا ما شاء الله. هذيك لابارايا كيش هذاك التفرميج جا ولا اروع، ما جاش الكراتان تاعنا ناشف وجا بزاف بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما تبخلوش عليا اللي وصلت معايا لهنا، تهبط دير لي جيم وتخلي لي تعليق مشجع فضلا وليس امرا. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، ومع السلامه.